بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام من قناة شبكة السلام الفضائية، يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم في لقاء يتجدد مع برامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية اللقاء يسعدنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ حسن. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم ومرحب بك وبالمشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، في هذا اللقاء عنوانه حب الخير للآخرين، وهذه القيمة وحب الخير من القيم المشتركة التي يشترك فيها يعني الإنسانية كلها، ولا شك أنها قيمة راسخة ومهمة. كيف وأن الله عز وجل يقول وافعلوا الخير. في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سوف نعيش مع الخير، نتعرف عليه بمختلف تفاصيله وحاجة الناس إليه، وكيف يمكن أن يكون هذا الأمر العظيم يعني مما يوطد العلاقة والصلة في المجتمع ويحقق الطمأنينة ويحقق نشر الخير بصفة إن شاء الله تعالى مفصلة. في بداية لقائنا هذا كمدخل للحلقة نقول: هل هنالك تعريف معين للخير من الناحية الإنسانية؟ تفضلوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مفهوم الخير هو حقيقة من المفاهيم العميقة والمتجذرة في السلوك عموما الإنساني أو في القيم الإنسانية أو حتى في أطر الفلسفات البشرية الوضعية، بقدر ما هو أيضا مفهوم مركزي وعميق جدا في التصور الديني. التصورات الدينية تركز على هذا المفهوم، وبل لو قلنا بأن الأديان عموما مرتكزاتها على قاعدتين أساسيتين: القاعدة الأولى هي قاعدة الحق، والقاعدة الثانية هي قاعدة الخير، وإذا أضفنا قاعدة ثالثة هي قاعدة الجمال. وبنفس هذا المنطق تقريبا تذهب اتجاهات الفلسفة، فالفلاسفة يتكلمون كذلك عن قضية الحق والخير والجمال. إذن موضوع الخير في صورته الكلية على الأقل واضح، والناس تحاول دائما أن تتبنى الخير وتحرص على أن تعبر عنه، فهي تقول والله أو تشيد بالإنسان الخير والإنسان الفاضل بقدر أيضا نفورها وهروبها من الإنسان الفاسد والإنسان الشرير. فمفهوم الخير والشر من المفاهيم على كلنا التي تلتقي عليها بشكل عام الإنسانية بمختلف ثقافاتها وأطرها واتجاهاتها، ولكنها بعد ذلك قد تختلف في تفاصيلها. فالذين يرتكزون إلى المفاهيم الدينية، الذين يرتكزون إلى الوحي في تحديد الخير والشر وتفاصيله، يختلفون عن غيرهم مثلا مما يرتكزون على الفلسفات والنظريات الوضعية. فبعضهم مثلا يعتبر الخير هو ما اتفق عليه الناس، والشر خلاف ذلك، كما هي الحالات الوضعية في الغرب تحديدا، لما خرجوا من الحكم الديني والقيم الدينية في تحديد الخير والشر لم يجدوا أمامهم إلا منظومة العقل، فما استحسنه العقل كان عندهم خير، وما رفضه العقل كان عندهم شريرا. ثم لاحظوا اختلافات في العقول بعد ذلك، وأن العقل نفسه خاصة العقل المكتسب يختلف. فعقل الإنسان القارئ في الأديان أو القارئ في الفلسفات يختلف عن الذي يرتكز على القيم العلمية المحضة. فصار عندهم مشكلة في أنه والله مفهوم الخير كيف يمكن أن نحدده، فلجأوا إلى ما يعرف بالأكثرية والأقلية. فما تريده الأكثرية صار عندهم هو إيه؟ هو الخير وهو المعتمد، وما يعني ترفضه الأكثرية هو المرفوض وهو غير المعتمد، وهكذا. فعلى كل المجتمعات باختصار تختلف بالرغم من اتفاقها على أنها تريد الخير. يعني كل البشرية تقول لك والله أنا أريد الخير، حتى الذي أحيانا يريد الشر أو الذي يتجه نحو الشر لا يقصده باعتباره شرا، بل هو يقول أنا أريد إيه؟ أريد الخير. ولذلك كان من القواعد المهمة جدا في الشريعة أنه كم مريد للخير لم يبلغه. لماذا؟
لأن الخير الذي لا يأتي عن طريق الوحي، الذي لا يأتي عن طريق السماء، لا يعد في الشريعة خيرا بهذا الاعتبار. فعلى كل، صعب أن نقول بأنه والله البشرية تتفق في تفاصيل الخير، ولكنها إجمالا تتفق حول كليات الخير. فكثير من القضايا عند الناس مثلا تعتبر خيرة، أن يتعاون الناس على ما هو يصلح حياتهم، أن يتعاون الناس على إعانة الفقير، إعانة المسكين، إعانة الضعفاء. هذه كلها يتفقون عليه أنه هذه النفس البشرية مجبولة على أن هذا النوع من الأفعال هي أعمال إيه؟ أعمال خيرة. إغاثة الملهوف عندما تحصل نكبات أو كذا، البشرية تتفق. ويمكن هنا نلاحظ بأن ما يعرف اليوم بالعمل الإنساني والعمل الخيري ينطلق من هذه الاعتبارات، اللي هو إيقاف مساعدة الضعفاء، مساعدة المرضى، مساعدة المساكين، مساعدة المنكوبين في الحروب والمنكوبين في الإشكالات الطبيعية وهكذا. فعلى كل بشكل عام يتفقون على الكليات فيما يتعلق بالخير. لكن بالنسبة لنا لا بد أن نحدد ما هو الخير نعم في مصطلحنا، يعني نعم. بالنسبة لنا ماذا نعني نعم كمفهوم إسلامي لنا، يعني هذا كمفهوم يحتاج إلى ما نعم. يميزنا عن غيرنا. في إطار اللغة العربية، والقرآن طبعا نزل باللغة العربية، نلاحظ أن معنى الخير نعم يطلق على الميل وعلى العطف. جميل. لماذا سمي الخير ميلا؟ لأن النفس البشرية تميل إليه، يا سلام. الفطرة تميل إليه، نعم. والشر تنفر منه فكأنما الخير سمي، أو الميل والعطف على الشيء سمي خيرا لأنك أنت إيه؟ تميل وتعطف إليه. ولذلك نلاحظ في الشريعة مثلا عندنا مفهوم الاستخارة. نعم. هو استعطاف، أنت في حقيقة الأمر تستعطف أن الله يختار لك ويجعلك تميل نحو شنو؟ نحو ما هو خير. نعم. ففي اللغة على كل هذا. لكن العرب أيضا في استخداماتها كانت تسمي المال خيرا. لاحظ، كانت تسمي المال إيه؟ نعم. تسمي المال خير. وتسمي الخيل أيضا خير، كانت تسمي الخيل. نعم. الخيل معقود في نواصيها إيه؟ الخير. الخير إلى يوم القيامة لما فيها من كثرة الخير. أيضا كان هذا وعموما إذا أردنا أن نعرفه بالنقيض، فهو نقيض الشر. نعم. كل ما هو شر نقيضه هو الخير، وكل ما هو خير نقيضه هو إيه؟ هو لا الشر. وبالتالي في إطار اللغة باختصار، بأن في إطار اللغة والاستخدامات اللغوية نلاحظ بأن ما تميل إليه النفس على سبيل النفع والانتفاع. نعم. تميل إليه النفس على سبيل النفع والانتفاع، وتنفر من نقيضه وهو ما فيه سوء وإضرار وكذا. فباختصار شديد نلاحظ بأن كلمة الخير تقابل الشر، وتعادل النفع، وتعادل ما تحبه النفس البشرية وتميل إليه. بهذا الاعتبار نلاحظ أن القرآن الكريم جعل مفهوم الخير من المفاهيم المركزية في مفرداته. يعني مفردة الخير تجد أنه وردت في كتاب الله تبارك وتعالى 180 مرة، سواء كانت في صيغة اسم أو كانت في صيغة وصف أو فعل. فنلاحظ بأن هذا المفهوم بهذا الشكل مفهوم كبير ومفهوم عظيم، وركزت عليه الآيات القرآنية. ولعل ما ذكرته في بداية الحلقة في قوله تبارك وتعالى وافعلوا الخير، والمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخيرات، كل هذه مفردات إيه؟ كانوا يسارعون في الخيرات. فمفردة الخير من المفردات الكبيرة جدا، توازي مفردة الحق. ولما نخدها في مقابل مفردة الحق، الحقائق غيبية بكثير منها. فالله والجنة والنار والملائكة جاءت في الأحاديث، لو الله حق والجنة حق والنار حق، مش كده؟ والنبيون حق والملائكة حق. هذه قضايا الحق هي القضايا التي لا تحتمل إلا الصدق والكذب. تقابل هذه في واقعنا في حياتنا اليومية فعل الخير. فالتصورات اللي هي قضايا الحق تقابلها الأفعال والسلوكيات اللي هي أفعال الخير. فالدين كله يمكن أن نلخصه في كلمتين: قضايا الحق وقضايا الخير. قضايا الحق تقوم عليها العقائد، وقضايا الخير تقوم عليها العبادات والشعائر والسلوك والأخلاق والمعاملات. ولذلك نلاحظ القرآن الكريم استخدم على كل هذه مفردة بشكل كبير جدا. ثم لما تقف مع استخدامات القرآن
في هذا الاصطلاح على وجه التحديد تجد يمكن القرآن الكريم استخدم في حدود 7 أو 8 مرات في معاني مختلفة. فمثلا كما أنه في اللغة الخير يعني المال، كذلك في القرآن جاء الخير بمعنى إيه؟ بمعنى المال. فمن ترك خيرا، لاحظ القرآن يقول فمن ترك خيرا في قضايا الوصية، في قضايا الوصية فمن ترك خيرا فللوالدين فمن ترك خيرا فللوالدين والأقربين. ففي الوصية على كل موضوع المال أطلق عليه إيه؟ وإنه لحب الخير لشديد. فإذا يأتي بمعنى المال في القرآن، يأتي بمعنى المال، ويأتي بمعنى الطاعة والخضوع والعبادة. يا سلام. كانوا يسارعون في الخيرات من الطاعة والانقياد والعبادة. وتأتي بمعنى القرآن الكريم، فالقرآن أيضا إيه؟ قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هنا بمعنى القرآن. وتأتي أحيانا بمعنى التفضيل، أنه وأن تصوموا خير لكم. تأتي كلمة خير هنا بمعنى أنه أفضل. لاحظت؟ فعلى كل في جملة من الاستخدامات وردت. وتأتي أحيانا بمعنى الطعام، بمعنى إيه؟ الطعام. وتأتي أحيانا بمعنى القوة، إني أراكم. وتأتي أحيانا بمعنى مش إني أراكم بخير، أي بمعنى حسن الحال، أفضل. وتأتي أحيانا بمعنى القوة. هذه كلها على كل مصطلحات استخدمها القرآن الكريم في مفردة إيه؟ مفردة. ولذلك نحن لما نجينا نريد أن نتكلم عن الخير لا بد في سياق القرآن أن ننظر إلى الاستخدامات القرآنية ونخرج بعد ذلك. فتجد أنه معاني كثيرة جدا ولكنها تدور حول ما ينفع الإنسان. فالمال نافع للإنسان، والقرآن نافع للإنسان، والطعام نافع للإنسان، مش كده؟ وحسن الشأن نافع للإنسان، والقوة نافعة للإنسان إذا ما استطاع أن يستخدمها في الخير. فكلها تلاحظ بأن في مواجهة إيه؟ ما هو شر. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم في يعني هذا البيان الشافي. فضيلة الدكتور، هل يمكن أن نقول في سياق التباين أيضا بين الخير الذي عندنا كمفهوم إسلامي وما يفعله أيضا الآخرون من الخير، هل ناحية الثواب مما يميز الخير الذي عندنا كأهل قرآن ويعني تدين عما يفعله الآخرون أيضا، هل هذا حاضر في مفهوم الخير؟ هو طبعا خلينا نقول بأنه مفهوم الخير من حيث هو قد لا يكون فيه إشكال. قد لا يكون فيه إشكال. يعني الآن المال خير عندنا وخير عند الآخرين، مش كده؟ القوة قد تكون خير عندنا وخير عند الآخرين، حسن الحال خير عندنا وخير عند الآخرين. في كثير من القضايا يمكن أن تلتقي فيها أنت مع الآخرين، لكن ستلاحظ بأن مفهوم الخير عندك مرتبط مباشرة بمفهوم الحق. فلا فصل بين الحق والخير، بمعنى أنك عندما تريد أن تنوي الخير، عندما تريد أن تفعل الخير، أول ما تفكر فيه أن يكون هذا الخير الذي تقوم به لا بد فيه من أمرين. جميل. أن يكون خالصا لوجه الله، فأنت لا تريد أن تكون انتهازيا في الخير، بمعنى أنك تفعل الخير لتكسب شيئا إيه؟ مقابله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا الجانب حاضر عندنا، بمعنى صاحب الخير مباشرة حاضر عنده ذلك بأن الله هو الحق، أن يربط أموره كلها بالله تبارك وتعالى. هذا واحد. الأمر الثاني أيضا هذا الخير المجمل، هل والله في شريعتنا جاءت فيه تفاصيل التزم فيها أحكام أم لا؟ فأنت تريد أن تفعل الخير التزم فيه بالأحكام الشرعية. يعني لا يوجد أمر من الأمور أو فعل من الأفعال ليس لله فيه إيه؟ حكم. القوة فيها أحكام، المال فيه أحكام، الجاه فيه أحكام، الإنفاق فيه أحكام، مش كده؟ فإذا أنت مطالب بالإخلاص من جهة أنك والله تريد أن تفعل هذا الفعل تبتغي به وجه الله، وتريد أن تدخل جنة الله، وتريد أن ترفع عند الله سبحانه وتعالى مقاما، ولكن الوصول إلى هذا الطريق يجب أن يكون عن طريق الصواب. ولذلك العلماء كانوا يتكلمون عن قاعدة الإخلاص وقاعدة الصواب. فالإخلاص أمر قلبي، قصد أنك ماذا تقصد، والصواب أمر إيه؟ أمر حكمي، بمعنى إنه والله حكم المسألة هذه صحيحة أم غير صحيحة، صواب أم غير صواب. طبعا هذه القضية نلاحظ بأن
من نسميهم الآن بأن الأطراف الأخرى التي مثلا لا تنطلق مما ننطلق منه من المنظور الإسلامي أو الديني، تجد كثيرا ما أحيانا ينطلقون معنى إرادة الثواب غائب عندهم. قد لا يقصد أصلا أنه والله يدخل به الجنة أو كذا، لكن هو يجد فيه سعادة، يجد فيه إشباع الذات وكذا، يسمونها على كل تسميات كثيرة جدا. هو يشعر بأنه هذه المسألة بالنسبة له ممتعة، مش كده؟ نعم صحيح. وتحقق ذاته كما يقولون. ليست قضيتنا، نحن مش مشكلتنا الآن تحقيق الذات، لا، ليست القضية. أنك أنت والله حتى عندما تجد المتعة تشعر بأن هذه المتعة ليس نابعة من شيء غير أنك أردت بها وجه الله وسلكت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أنت تجد إيه؟ تجد الراحة والطمأنينة والسكينة. فعلى كل هذه المسألة من هذه الزاوية يمكن أن نقول بأنه هنا. الأمر الثاني، كثيرا ما أيضا لا ينضبطون فيها بالأحكام الشرعية، وتجده يريد الخير ولكن لا يلتزم مثلا بالأحكام الشرعية. مثلا الآن القوة، نحن فسرنا مفهوم القوة بأنه والله من المفاهيم إيه؟ الشرعية التي تدخل في مفهوم الخير، لكن كثير من الناس يستخدمونها استخدامات إيه؟ شريرة ولا ينضبطون فيها. مفهوم الطعام، نحن ذكرنا الآن قضية الطعام، نعم. أنها من مفهوم الخير. مفهوم المال، مفهوم الخير، كثير من الناس في جلبه للمال وفي صرفه للمال لا ينضبط بالضوابط الشرعية. فهنا نحن الفارق بيننا وبين غيرنا، حتى لو اتفقنا في المعنى الكلي للخير، سنلاحظ بأن هنالك اختلافات كبيرة جدا في تحديد ومواصفات ومعايير هذا الخير الذي نسعى إليه. بارك الله فيكم. في السنة حقيقة من تمام الإيمان أن الإنسان يحب الخير لأخيه، يعني الذي يقدم له يعني هذا العمل الخير. كيف يمكن يعني يكون متمم هذا من مقتضيات تمام الإيمان، هذا الفعل الذي يفعله الإنسان لأخيه؟ طبعا الشريعة مما جاءت به جاءت بكمالات الأخلاق كما أنها جاءت بأصول الأخلاق. نعم. فمن كمالات الأخلاق ومن كمالات الإيمان أن الشخص لا يكون فقط يحب الخير لنفسه. صحيح أنت مطالب أن تحب الخير لنفسك، صحيح. لأن من لا يحب الخير لنفسه لا يحبه بطبيعة لغيره. فالشريعة تطالبك بأن تسعى إلى الخير وأن تجتهد في الخير وأن تحرص على الخير وأن تحقق الخير، لأن هذا مما يدخل في قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت ابتداء تحاول أن تنقذ نفسك من غضب الله وتنقذها من عذاب الله وتسعى إلى إدخالها في جنة الله، مش كده؟ نعم. هذا. لكن الشريعة في نفس الوقت تقول لك والله يا أخي أنت لا تتوقف عند نفسك. هذا من كمال الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ لنفسه. نعم. مش كده؟ فكأنما يقول لك والله صحيح أنت تحب لنفسك الخير، ولكن من كمال الإيمان أنك لا تكون أنانيا، إنما أسعى لأن هذا الخير يجب أن يطال أكبر مساحة من البشر، يجب أن يدخل الناس في الخير، يجب أن يسعى الناس في الخير، يجب أن يكونوا معك الناس في مظلة الخير. نعم. وهذا في قوله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني في البداية آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إيه؟ بس هنا تخرج أنت من دائرة الذات إلى دائرة الآخر. فهنا يكمل إن شاء الله إيمان الإنسان. وعلى كل هذا النوع من الأحاديث غالبا الصحيح أنها هي متممات ومكملات الإيمان وليست ناقضة لأصل الإيمان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل هنالك يعني موضوع الحب الخير هذا يعني نقدر نقول يكتسب أو هو سجية يعني يكون مفطور عليها الناس؟ هو شوف سبحان الله، من أعقد المسائل الفكرية والفلسفية الآن سواء في واقعنا المعاصر أو منذ القدم هي قضية الخير والشر. كل الناس الآن تجد أن مشكلة الخير والشر هي من أكثر المشكلات تعقيدا عند المفكرين وعند الفلاسفة، ويحتار الناس حقيقة في إنه والله هل الخير أصل أم الشر هو إيه؟ أصل. وبنيت على ذلك نظريات. فبعض النظريات البشرية تعتمد أن الإنسان شرير، وبعضها يعتمد أن الإنسان خير. وطبعا تبنى على هذه المسائل كثير من التصرفات وكثير من السلوكيات. عموما القرآن الكريم سبحان الله، من يتدبر القرآن الكريم في سياقه الكلي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ دائما أولا مقدم الخير على الشر. لا تكاد تجد أنه والله الشر يتقدم على فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا وهكذا. تجد أنه والله دائما الخير مقدم على إيه؟ على الشر. ثم أيضا قول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
يا سلام. كده. نعم. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان على أحسن حال، كأنما نقول بأن الإنسان خلق خيرا. نعم. خلق طيب. ثم رددناه أسفل سافلين. هذا الارتداد إلى أسفل سافلين ليس في أصل الخلق، ولكن بما كسبت يداه، بما فعل من أفعال، بما ظلم للنفس، بما أفسد، فينحدر الإنسان، يعني ينحدر من الأصل إلى غيره. فعلى كل الاتجاه العام للشريعة، الاتجاه العام للشريعة في أنه والله الإنسان قابليته للخير أكثر. نعم. أصله الخير موجود، كل مولود يولد على الفطرة. نعم. فالإنسان الإسلام ينظر لأنه والله أنت تولد على أصل خير، ولكن البيئة التي حولك، الأبوين، المدرسة، النادي، الشارع، يصنعان هذا الإنسان ويشكلان سلوكياته وتصرفاته، فيتحول من الخير والفطرة والنقاء إلى هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الإسلام يقول لنا أيضا وهديناه النجدين. في نفس اللحظة اللي يقول لك والله أنا أسستك على أصل خير، لكن يقول لك أنت عندك يجب أن تنتبه، عندك القابلية للخير وعندك القابلية لإيه؟ للشر. يعني حتى لا يقال بأن والله الإنسان بما أنه الأصل فيه الخير فلا يمكن أن ينحرف إلى الشر، لا، يقول لك والله أنا أسستك على الخير، وضعتك على الخير، بوصلتك، ضبطتك على الخير، لكن أنت عندك القابلية لإيه؟ للخير والشر، وهديناه النجدين، بمعنى أنت عندك القابلية للخير وعندك القابلية للشر. وبالتالي عموما الرؤية الإسلامية تختلف عن بقية الرؤى في أن الإنسان ليس شريرا بطبعه، وليس خلق شريرا، بقدر ما هذا الإنسان خلق صفحة بيضاء، والأصل فيه الخير، والقابلية للخير فيه مقدمة، كما ذكرت في قضية السرديات، دائما الخير هو إيه؟ هو المقدم، وهو ينظر القرآن إلى هذا الإنسان بأن عنصر الخير فيه إيه؟ هو الأكثر، ولكن مع ذلك عندك القابلية للانحراف، وعندك القابلية لأنه الله سبحانه وتعالى ركب فيك ما يسمى بالإرادة والمشيئة، يعني عندك القدرة على أن تختار. نعم. هذه القدرة على الاختيار هي أساس فلسفة الابتلاء، ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عملا. فلو لم تكن هنالك قابلية لأنك أنت تتحول من يمين إلى الشمال، من شمال ليمين، من الخير إلى الشر، ما كان هنالك ابتلاء أصلا. كان يمكن أن تكون ملكا أو يمكن أن تكون شيطانا، مش كده؟ فالملك مطلقا على الخير، والشيطان مطلق على أو إبليس يعني على الشر يعني. فهذه تقريبا هي موضوع لا، لكن هي زي ما قلت لك خلاف فيها عميق جدا في الفلسفات الأرضية على وجه التحديد. بارك الله فيكم. حقيقة الإنسان في بناء شخصيته هو يعني بحاجة إلى هذا الأمر، يعني الأمر الحب الخير، يعني فمدى تأثير حب الخير هذا على شخصية الإنسان، وأيضا نظرته للأشياء، يعني كيف تكون وفق هذا الخير الذي يعني حقيقة هو ركيزة في بناء الشخصية. لو وضحتم لنا ممكن يعني. هو في مسألة مهمة جدا اليوم تكاد تشغل بال كثير من الناس، خاصة أهل الإصلاح وأهل التربية. نعم. والتغيير في السلوك البشري، وهو ما يمكن أن نسميه أو أطلق عليه البعض بفقه وعلم التصورات. نعم. إذا لم تكن التصورات صحيحة فلا يمكن أن تنتج واقعا صحيحا. فأنت عندما تتكلم عن سلوك الإنسان أو إرادة الإنسان للخير أو عدم إرادته للخير، مبنية على إيش؟ ما هو المخزون الهائل في داخل عقله وتصوراته؟ هل هي والله تصورات خيرة أم تصورات شريرة؟ ده أول قضية. فمثلا الذي يؤمن بالله ويؤمن أن الله مريد، وأن الله فاعل، وأن الله يحاسب، وأن الله حاضر في حياتنا، نعم، ليس كما يتصور أن الله غير موجود. هذا ستنتج عنه تصورات، هذه التصورات ستنتج عنها أشياء، وهذه التصورات ستنتج عنها أشياء. أكيد. نعم. طيب، شخص آخر، واحد يؤمن بأن هنالك آخرة، وهذه الآخرة فيها حساب، فيها ميزان، فيها جنة، فيها نار، فيها نار أبدية، فيها جنة أبدية، فيها كذا، عنده تصورات بهذا الشيء. ما الذي تتصور منه؟ غالبا إنه هذا الشخص سلوكه سينبع من إنه هو محاسب. واحد آخر لا متصور جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب. لاحظت؟ سبحان الله. فأنت هنا ليش أنا أقول بأنه نحن بحاجة إلى فقه التصورات وتصحيحها؟ نعم. لأن الإنسان ابن تصوراته، زي ما قال القرآن: فما ظنكم برب العالمين. ظنك بالله سينتج سلوك. ظنك في الآخرة سينتج سلوك.
ظنك كذلك في علاقاتك بالآخرين يجب أن تبنى على إيش؟ مثلا شخص يرى أن والله هذه الحياة مبناها على الابتلاء، لاحظت؟ مبناها على الابتلاء. واحد آخر لا، فكرة الابتلاء عنده غير واردة. فهذا الذي تصوراته مبنية على الابتلاء ستختلف عن شخص آخر إنه والله الحياة يريدها مستقيمة. هذا أول ما يقع في ضائقة يدرك أن هذه الضائقة أن الله يريد أن يبتليه، يصبر أم لا يصبر. مثلا هذا المسكين الذي لا يتصور قضية الابتلاء يقول لماذا وضعت عقبة في طريقي؟ فتجد سلوكه فيه إشكال، فيه جزع، فيه. فعلى كل، النقطة الأولى فيما يتعلق بمسألة سلوك الإنسان لا بد أن نبنيها على مسألة تصورات تصورات الإنسان. ابن القيم عليه رحمة الله له مقالة جميلة جدا يقول فيها مبدأ كل علم نظري أو عمل اختياري القواعد والأفكار، الخواطر والأفكار. عجيب. قال خواطرك، أفكار، فيما تفكر، ما هي الخواطر التي تجول في ذهنك؟ فالذي ذهنه يدور في الخير سينتج خيرا. يا سلام. الذي تدور أفكاره في الخير سينتج خيرا. نعم. الذي تدور أفكاره في الشر سينتج شرا. إذا نحن أبناء إيش؟ أبناء أفكارنا وتصوراتنا. ثم قال مبدأ كل علم نظري وعمل اختيار الخواطر والأفكار. قال فإذا نضجت هذه الخواطر والأفكار ورسخت تحولت إلى تصورات، سميها خلاص. في البداية تجي خاطرة، نعم، ثم تترسخ تتحول فكرة، صارت أكثر رسوخا. الفكرة تتحول تصور، التصور هنا متكامل. يعني مثلا والله يعني من باب مثلا شخص يفكر في شيء ليس جيد، في البداية خاطرة تأتي إليه، قد يكون كلمة سمعها، الشيطان وسوس إليه، ثم يفكر إلى أن تتكامل عنده الصورة الكلية من أين يبدأ وإلى أين ينتهي. نعم. إذا اكتملت الصورة، مش كده؟ فيقول تتحول إلى تصورات. لسه هذا كله وين؟ في الأذهان والقلوب، مش كده؟ تبدأ الآن تنتقل من التصورات إلى الإرادات، ليحولها الآن إلى فعل. نعم. تأتي الإرادة. سبحان الله، في كل هذا الأول الله يتسامح معك. من رحمة الله. هموم هذه، خواطر، كذا، مش كده؟ لكن مجرد ما تبدأ في الإرادة قد يكون والعياذ بالله تدخل في دائرة إيه؟ دائرة تسجيل الملائكة. يعني مثلا خصوصا في الحرم المحاسب فيه بالإرادة السيئة والحسنة، وما يريد فيه بإلحاد، وما يريد فيه بإلحاد بظلم، مش كده؟ نعم. أي نذيقه من عذاب أليم. بينما خارج الحرم حتى الإرادة الله يتجاوز لك فيه إلى أن تبرز الفعل. سبحان الله. لاحظت؟ فهنا نلاحظ أنك أنت نقلت من التصورات، ذهبت إلى إيه؟ ذهبت إلى الإرادات. الإرادة هنا تبدأ خلاص العزم والتخطيط يتحول بعد إلى أشياء عملية. نعم. ثم قال ينتج الفعل. هنا طبعا سبحان الله في موضوع الإرادة يحصل ما يسميه أهل العقائد بقضية التخلق، إنه لتتحول إرادتك إلى فعل متخلق على الأرض، موجود على الأرض، هنا لا بد أن تتدخل التخلق الإلهي. يعني أنت لست خالق لأفعالك، الله خالق كل شيء. فهنا لا يخلق الإنسان فعله، ودي طبعا إشكالية كبيرة عند كثير من الناس اللي لا يتصورون دخول الفعل الإلهي على الإرادة الإنسانية والفعل الإنساني. فأنت تتحرك وتريد وتتصور وتعمل، لكن لن تستطيع أن تخلق فعلك. لكن بعد أن تريد وتتصور وخلاص خاطي خطوتك، الخلق ليس لك. الخلق هنا بمعنى أن يتشكل الأمر إلى سلوك مرئي وملموس. سبحان. هنا الله يمكن أن يحبسك، يمكن أن يحجب عنك، يمكن أشياء كذا، فلذلك الله خالق كل شيء. على كل هنا تبدأ بعد كده يقول ابن القيم إذا تكرر الفعل نفسه قد يكون مرة واحدة وتحاسب النفس وتقلع وتتوب وتعزم على أن لا تعود، وقد تستمر فيتكرر المرة الثانية والثالثة والرابعة. يقول حتى يتحول السلوك هذا الفعل هذا إلى عوائد. فإذا تكرر الفعل صار إيه؟ صار عادة من العادات، والعادة صعب التخلص منها. فابن القيم يقول أنت هذا المشوار الطويل إذا أردت أن تتخلص من السلوك السيء والأفعال السيئة، عالج الخواطر من البداية. نعم. اجعل خواطرك تدور في طاعة الله، اجعل أفكارك تدور. ولذلك أهل التبليغ عندهم دائما عبارات جميلة جدا، يقول لك الأفكار
سبحان الله. فيما تفكر. اجعل همك هو الآخرة، نعم. همك هو الجنة، همك هو الفوز عند الله سبحانه. فإذا دار سبحان الله عقل الإنسان وخواطر الإنسان والنفس البشرية دارت في هذه، ستنتج لنا أفعالا خيرة. وبالتالي هذه لا بد إن شاء الله إذا تصورنا هذا الأمر بهذا الشكل يمكن إن شاء الله أن ننتج أفعالا يرضى الله تبارك وتعالى عنها. وإذا أيضا حتى وقعنا في الأخطاء تنتج بعد ذلك سلوكيات أخرى، وهو ينتج عنك تصور التوبة. نعم. وتصور تأنيب الضمير والمراقبة لله، وكي برضو تصورات لاحظت هي نفس هذه. الذي لا يتصور التوبة ولا يتصور رحمة الله ولا يتصور عذاب الله ولا يتصور جنة أيضا يقع في إشكال. فهكذا على كل النفس البشرية دائما في صراع. نعم. صراع ما بين الخير وما بين الشر. نعم. بارك الله فيكم على هذا التفصيل والبيان الشافي. شيخنا الفاضل، حقيقة المجتمع وحياة الناس هي المرآة الكاشفة لمثل هذه القيم، ولذلك كثيرا ما نسمع أنه بعض الذين مثلا يسافرون إلى أوروبا وكذا يشاهدون أفعالا خيرة وينبهرون بها. يمكن أن نتحدث عن هذا، كيف يعني هذه الأخلاق تكون يعني دلالة للإنسان، وكيف بروزها في مجتمعاتنا خاصة تكون يعني حقيقة للدلالة على يعني نشر هذه القيم والأخذ بها. ويعني هذا الجانب أيضا مهم حتى الناس حقيقة يظهروه ويكون بمثابة الدعوة الفعلية للناس لجذبهم ولإرشادهم على الخير. نعم. هو في نقطة طبعا لا بد أن ندركها وننتبه إليها. الغرب لا زال عنده دوافع ونوازع دينية. يعني ليست كل التصرفات هي تصرفات نابعة من اللا دينية، لا، خاصة من ينطلقون في العمل الخيري والتحرك له غالبا عندهم المؤسسات التبشيرية وعندهم المؤسسات الدينية وعندهم أيضا بقايا الفطرة الإنسانية التي تدفعهم نحو نعم. ولذلك أنا كثيرا ما كنت أكرر في هذا البرنامج بأنه والله غالبا الأخلاق أصولها دينية. نعم. النزاعات الخيرية أصولها دينية. جميل. الذين لا يتصورون الأبعاد الدينية والأخلاقية ولا ينطلقون من هذه المفاهيم ستلاحظ دائما يرتهنون لمؤسسة الدولة، فيترك كل شيء للدولة. يعني هو لا يهمه كثيرا أن يكون مبادرا، لا يهمه كثيرا أن يكون يعني ما الذي يحمل يعني الشخص مثلا الذي يتحرك في أدغال أفريقيا عنده دوافع دينية، فهو ينطلق مثلا بدافع. ولذلك أكثر الجهات التي تتحرك في العمل الخيري في أوروبا أو كثير منها ستلاحظ أن لها ارتباط عموما بالحالة الدينية، وخصوصا في أمريكا أيضا هذه الحالة. اليوم تقريبا أنا كنت أقرأ تقرير من التقارير يعني في حجم التدين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ستلاحظ بأن المجموعات البروتستانتية تحديدا المتصهينة على وجه التحديد أكثر الناس تدينا حتى من المسلمين. يعني تجد المسلمين واليهود يمكن يحتلوا مرتبة ثانية وثالثة ورابعة أحيانا. وفي اختبارات تقريبا جرت لقياس مستويات التدين في الأفراد داخل الولايات المتحدة، تجد أن المنسوبين إلى النصرانية البروتستانتية أكثر من 30% من الكتلة البشرية متدينة بهذا الاعتبار. عندها كتاب ترجع إليه وعندها أحكام وعندها كذا. ولذلك سنلاحظ بأن موضوع إرادة الخير بدوافع الدين موجودة عندنا وموجودة موجودة عندهم، يجب أن لا تغيب هذه. للأسف الشديد وهذه تقيب عند كثير من الناس يتصور بأنه والله غياب الإرادة الدينية في بلداننا نابع من ضعف لدينا. لا، هنالك الإرادة الخيرة مشجعة كذلك بقوانين ومشجعة بأنظمة. نحن اليوم تقريبا لاحظ منذ 20 سنة حجم التضييق والحصار والملاحقة في العمل الخيري وفي محاولة إرادة الخير. تجد المساحات واسعة جدا تحتمل ملاحقة الإرهاب وملاحقة وما أدراك. في النهاية يراد للخير ألا يكون تحركا مجتمعيا. فنحن نتحول في النهاية إلى أدوات في يد السلطة. إذا السلطة حركتنا نتحرك، وإذا السلطة لم تحركنا لا نتحرك. لكن في أوروبا لا، مساحات منظمات المجتمع المدني واسعة، فالقانون يحميهم ويشجعهم ويستطيع أن يجمعوا ويستطيع أن يتحركوا ويستطيع أن يخرجوا من بلدانهم إلى البلدان الأخرى، ولا أحد على كل في حماية. وبالتالي أنا أقول
ما نلاحظه من خير وما نلاحظه من هنالك له أسبابه على كل، أسباب سياسية، أسباب قانونية، أسباب حقوقية، أسباب أيضا ونوازع دينية بشكل عام. بينما نحن هنا الواقع عندنا للأسف الشديد واقع مزري جدا، وواقع يعني ينحو منحى سطوة الدولة وهيمنتها على السياق العام والسياق الخيري على وجه التحديد. بارك الله فيكم في هذا البيان. وحقيقة أيضا في إطار أيضا الخير الذي يعني يكتنف يعني الأسرة، ونحب أيضا أن نعيش أو نتلمس كيف يعني يكون حب الخير هذا حاضر في علاقاتنا الأسرية وفي بناء حقيقة قيم الترابط وإحياء هذا المفهوم الكبير من مؤسسة هي من المؤسسات الأساسية في مجتمعنا الإسلامي. يعني هذه أيضا تحتاج إلى أن يكون الخير منطلق من هذه المؤسسة الصغيرة حتى ينتشر. يعني لو يعني أيضا كما يمكن أن تدعم بالحديث الذي يقول خيركم ويعني خير الأهل. نعم بارك الله فيكم. هو على كل لا بد أن أنبه إلى أن نحن أمام منظومة في الإسلام، منظومة متكاملة قائمة على الجماعية وليس على الفردية. جميل. صحيح أن الإنسان يوم القيامة سيكون مسؤولا بشكل فردي، أنت ستكون بين يدي الله يسألك الله سبحانه وتعالى بنفسك وماذا فعلت، لكن ستلاحظ بأن من ضمن ما تسأل عنه ستسأل عن قضايا كثيرة جدا جماعية. جميل. لأن الدين سبحان الله عندنا مؤسس على هذا الوضع، مؤسس على الجماعية وليس على الفردية. فبدءا من الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، بالنسبة للأسرة حالة جماعية. نعم. لا يمكن أن تتأسس أسرة من فرد واحد، مش كده؟ ولا يمكن أن تتأسس الأسرة إلا من رجل وامرأة، مش كده؟ ثم ينتج عن هذا العقد أو هذا الزواج أبناء، فهذه تسمى إيه؟ تسمى أسرة. ثم يرتب القرآن الكريم والسنة النبوية بعد ذلك العلاقات بين هذه الأسرة. لاحظ الآن العلاقات قائمة كلها على إنه لا بد من واجبات وحقوق. فيقوم والله ابتداء الوالدان عليهم واجبات تجاه إيه؟ تجاه أبنائهم، من تربية، من رعاية، من اهتمام، من كذا من كذا. ستجد إنه الوالد له والله التزامات خارج البيت، والوالدة لها التزام داخل إيه؟ داخل البيت. هذه الروح من البداية عند الطفل، عندما ينشأ الطفل وهو يلمس هذه العناية ويلمس هذه الرعاية، فالأم ترعاه من جهة والأب يرعاه إيه؟ من جهة، يولد هذا نوع من إيه؟ نوع من التلاحم ونوع من التماسك ونوع من المحبة. ثم يكبر بعد ذلك وتنقلب الآية، فيكون الوالد الذي كان بالأمس قوي يضعف، مش كده؟ والولد الذي كان بالأمس ضعيفا يقوى، فتنقلب المعادلة ليتحول الآن من الرعاية والاهتمام وواجبات الصرف وواجبات التربية وكذا والتعليم إلى أن ما نسميه نحن ببر الوالدين، وهو أن الولد لا بد أن يكون بارا بوالده. ويأتي هذا الحق مباشرة بعد توحيد الله. يعني بر الوالدين هو من أعظم الحقوق تجاه الخلق، يعني لا يتقدم على بر الوالدين في الحقوق البشرية شيء. إذن ما بين حقوق تجاه الأبناء وحقوق تجاه تنشأ هذه الحالة إرادة الخير، إرادة مشتركة، إرادة الخير إرادة وفي نفس الوقت الطفل أو الولد يفعل كل ذلك وهو من منطلق إيه؟ من منطلق أنه يرضي الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي قال له أن اشكر لي ولوالديك. مش كده؟ إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهو مطالب بشكر الله ومطالب بشكر والديه. يا سلام. هذه الحالة تنتج بشكل عام، تنتج ترابطا، تنتج تلاحما، تنتج ما يسمى على كل بالأسرة المتماسكة والمتلاحمة والتي يسودها التكافل الاجتماعي. وقد يمتد هذا إلى ما هو أبعد، ستنظر بعد ذلك إلى إخوان أبيك وإلى إخوان أمك وإلى أخوات أبيك وأخوات أمك، وهتنشأ الأخوال والأعمام وأبنائهم، فتنشأ حالة من الأسرة الممتدة. فهذا على كل نمط السلوك الأسري بالنسبة لمجتمعاتنا هو نمط تكافلي وليس نمط إيه؟ نمط فردي. يعني الإسلام لا يشدك إلى الفردانية بقدر ما يشدك إلى الحالة الاجتماعية، وأن تكون أنت تشعر بأنك والله لست مسؤول فقط عن نطاق محدود خالص، لا، أنت في إطار الوجوب يضيق لك الدائرة، وفي إطار النوافل والسنن والمستحبات يوسع لك الدائرة. يقول لك والله أنت مطالب بالإنفاق على والديك، وأن تحب لهم الخير، وبالإنفاق على أبنائك، وأن تحب لهم الخير. هذه دائرة تسمى دائرة الوجوب. طيب يقول لك عندك دائرة أوسع،
وهو عندما يكون لك إخوان ويكون لك أخوات فأن تقدم لهؤلاء الخير قبل غيرهم أيضا من إيه؟ مما هو مشروع. فإذا كنت والله أنت صاحب خير، خيركم خيركم إيه؟ لأهلي. فأهلي هنا على كل الأهل القريبين، الرجل لزوجته وأولاده، والأهل كذلك يمكن أن يطلق على من هم الأقربين بالنسبة لك في صلة الرحم. فالإنسان يذهب في اتجاه إرادة الخير وحب الخير وممارسة الخير ضمن هذه الدوائر. من ضمن هذه الدوائر التي طبعا تأتي للإنسان دوائر القربة الجوارية اللي هو الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيه، فتظل تريد الخير لجوارك والمحيطين بك والمقربين. الجار هنا الجار ذي القربى والجار الجنوب. قد يكون والله الجوار من القرابة، وقد لا يكون الجوار من قرابتك، إذا كان من قرابتك له حقوق أكثر مما للآخر، وهكذا. فالإسلام يذهب معك في إنه والله دوائر الخير إلى أن تكون إيه، أن الإنسان قد تتسع مواهبه ومبادراته وأفقه الإنسانية جمعاء، بحيث ما يبقى فقط إيه صاحب أسرة أو صاحب قبيلة أو صاحب شعب. لا، بعض الناس قد يكون والله في إرادته للخير تتسع للبشرية كافة، كما قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعض الناس سبحانه يتحول إلى رحمة للناس كافة. نعم، بارك الله فيكم. حقيقة هذا التماسك المجتمعي وحب الخير، هنالك يعني بعض الأمراض التي تنازعه من يعني الفردية ومن تمني الفشل، وهذه الحقيقة الضعف الذي ينتاب البعض. يعني كلمة لمثل هذه الحالات دكتور فاضل. هو نحن أمام تحديات كبيرة جدا، أمام تحديات كبيرة في إطار الضخ الرأسمالي الكبير. الرأسمالية هي عبارة عن حالة توحش وأنانية، مؤسسات قائمة على التفرد، قائمة على الأنانية، قائمة على الاستحواذ، قائمة على الربوية، قائمة على إنه والله القوي يأكل الضعيف، وقائمة على فكرة إنه أنت الأقوى تمسح الكل. هي هذه الفكرة كلها يعني. فأنت أولا يجب أن ندرك بأنه المسألة التي نتكلم عنها ليست مسألة مبسطة بهذا، يعني الحديث حولها سهل، لكن في إطار الصراع الذي تخوضه اليوم البشرية بين الخير والشر، الأمر ليس سهلا. الشر اليوم مزود بأدوات، مزود بمؤسسات، مزود بقوانين، مزود بجيوش، كلها تسعى في اتجاه فرض هذا الشر الذي نتكلم عنه. فأنت حقيقة وأنت تواجه الخير لابد ابتداء أن تبدأ من نفسك. القرآن الكريم أول شيء من خلال الإيمان يعزز فيك قيم كبيرة جدا، وهو أن يكون هذا القلب طاهرا ويزكيه. القلب الطاهر خالي من الكبر، من الحسد، من الحقد، من إرادة الشر، من سوء الظن. فأنت أمام حالة من التطهر المستمر، حالة من التطهر المستمر. فإذا استطعت أن تعالج نفسك وتعالج أمراض القلوب، وهنا طبعا كثير من الناس للأسف الشديد عنده القدرة أن يعالج الأمراض الظاهرة، ولكنه عاجز أن يعالج الأمراض الباطنة. فتجدنا ما شاء الله حريصين في الهدي الظاهر، هدينا الظاهر في لبسنا، في مشربنا، في مأكلنا، نجد أن الناس تحت. لكن سبحان الله في نفس الوقت تجد أن الشخص مصحوب بأمراض باطنية خطيرة جدا: العجب، الاستهزاء، الكبرياء، القطرسة، إرادة العلو، هذه كلها الأنانية التي تحدثت عنها، إن والله أنا وبس. هذه كلها من الأمراض التي لا يمكن أن تعالج إلا بأصلين عظيمين: الإيمان بالله والآخرة. يعني الإنسان سبحان الله عندما يضع الله أمامه ويضع الآخرة أمامه، الوضع مختلف تماما. وما ظنكم برب العالمين؟ فإذا كان والله ظنك بالله أن الله تبارك وتعالى يجازي بالإحسان إحسانا ويجازي بالإساءة إساءة، مش كده؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أدركت بأن الله تبارك إن فعلت خيرا جازاك بالخير وإن فعلت شرا جازاك بالشر، هنا الوضع سيختلف تماما. وبالتالي لا يمكن أن تكون أنانيا، إن والله تنظر إلى ثم أيضا لا بد أن تدرك بأن مساحات الخير تسع الكل. الله ما ضيق الخير، فلماذا أنت تتضايق من أنه والله يزاحمك في هذا الخير آخرون؟ خلي الآخرين يدخلوا معك في هذه المظلة التي نتكلم عنها يعني. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة حديث شيق وماتع ومفيد، وحقيقة ما نختم فيه أن الله عز وجل ما كما ذكرتم ما ضيق الخير علينا. ومن هنا هي دعوة أيها الأحبة الأخوة والأخوات الكرام لأن نكون دائما وأبدا خيرين فاعلين للخير،
ودائما مستجيبين له، ناشرين له بين مجتمعاتنا الصغيرة والكبيرة. ودائما حقيقة الإحسان يأتي بالإحسان والخير يأتي بالخير. نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في كل ما نقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير وفعل الخير بيننا، حتى تكون إن شاء الله العلاقات في مجتمعاتنا ومع من نخالطهم على ما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. إلى لقاء يتجدد إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن الاستماع الأخوة والأخوات، كما نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن على ما قدم وبذل. إلى ذلك الحين نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.